السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. هذا الفيديو اللي غادي نناقشوا فيه الموضوع ديال يوسف العامري مع فريق الرجاء الرياضي. فصراحه اليوم ما خرجوش انباء اللي غير ساره لجمهور فريق الرجاء الرياضي. كيفاش؟ لان بالعامري فهو ربما طلب واحد المبلغ كبير لفريق الرجاء الرياضي من اجل تمديد العقد ديالو. هذا العقد ديالو اللي غيسالي في يونيو المقبل، اي يونيو 2026، يعني ما بقاش ليه بزاف. بالعامري فهو تلقى عروض مغريه من فريق الاهلي المصري، الشيء اللي خلاه انه يتريث وانه ما يعطيش الموافقه ديالو النهائيه لفريق الرجاء الرياضي ومكتب زياد باش انه يجدد العقد ديالو. الاهلي المصري فهم دخلوا بقوه في صفقه يوسف العامري، خصوصا وانه غادي ينتهي العقد ديالو الموسم المقبل، يعني في شهر واحد غيكون لاعب حر، يعني يقدر يوقع عقد مبدئي. لذلك المطالب الماديه ديال يوسف العامري خلات بان المفاوضات انها تلقى واحد الطريق مسدود لحد الان. لحد الان ايضا فيتمنى رئيس فريق الوداد الرياضي حتى هو فهو دخل على الخط وبغى يغري يوسف العامري بمبلغ ديال 600 مليون في السنه من اجل التوقيع في كشوفات فريق الوداد الرياضي كيف ما كنعرفوا. فيتمنى فهو كيتحين الفرصه لضرب فريق الرجاء الرياضي وضرب الزيات كيف ما تنقولوا، لانه هو كيلعب على النفسيه ديال فريق الرجاء الرياضي. كيف ما شفنا فيتمنى فهو اعطى 600 مليون لبن العامري لمده لكل موسم، يعني يقدر يوقع معاه 3 سنوات والمبلغ يولي مليار و800 مليون. وهذا فصراحه مبلغ مغري. فريق الرجاء الرياضي كنظن بانه ما يقدرش يرفع السقف ديال هذا المبلغ هذا، لان فريق الرجاء الرياضي كيحاول ما امكن باش يدير توازن ما بين اللاعبين. ما يمكنش انه يرفع في كتله الاجور ديال اللاعبين مكسب الزيات، ورغم التوقيع ديالو مع شركه مرسى ماروك الا انه فكاين عنده واحد السقف في الميركاتو ما يمكنش انه يتجاوزه. فريق الرجاء اللي خصو يجيب لاعبين لحد الان فهو كيلقى راسو يقدر يضيع لاعبين اخرين اهم ركائز الفريق. كيف ما قلنا فيوسف العامري ظهير ايسر دولي كيلعب في المنتخب الوطني المغربي، لاعب اللي كيتمناه اي فريق في المركز الظهير الايسر ديالو. على اي هذه هي المستجدات اللي كاينه في ملف فريق الرجاء الرياضي ومفاوضات جديد مع يوسف العامري. حتى الان ما كايناش شي حاجه رسميه، كل هذه انباء وكلها كواليس. فاش غيكون عندنا الخبر الرسمي يمكن لنا اننا نناقشوه بكل حريه. لذلك فهذه هي الانباء التي تتروج حول صفقه يوسف العامري والتجديد ديالو مع الرجاء او الانتقال ديالو لفريق اخر كالاهلي المصري او فريق الوداد الرياضي. الى فيديو اخر ان شاء الله.